رحت المتحف. انا بقى رحت وانبهرت من الفعاليات والشغل الجبار اللي معمول. بس لو عايز نتكلم بجد عن الاستثمار الصح حوالين المتحف، لازم تفهم اللعبة الحقيقية اللي بتحصل هناك في العقار. ده مش مجرد منطقة خلاص، ده بقى هوسبيتاليتي كلاستر كامل، مركز فندقي عالمي بيخلق حركة سياحية شغالة طول السنة. وده معناه ان الطلب على الوحدات الفندقية بقى حاجة مستمرة مش موسمية. فمهم قوي ان انت تستثمر جنب الفنادق العالمية في حاجة اسمها سبيل اوفر افكت. الراجل اللي مش بيلاقي أوضة فاضية في الفندق الكبير بيدور في الوحدات الفندقية جنب الفندق على طول، وده اللي بيخلي الاستثمار هناك يشغل نفسه. تعالوا نركز على 3 محاور محددين، لو فهمتوها هتفهموا المنطقة كلها. أول حاجة الميريديان والفنادق اللي حواليه، ده أعلى معدل إشغال في المنطقة والأقرب للأهرامات والمتحف، يعني أعلى طلب وأعلى عائد. تاني حاجة طريق الفيوم الفندقي، ده بقى واجهة سياحية كاملة مش مجرد شارع، فنادق عالمية وبراند قوي، وده يخلي أي وحدة فندقية هناك تتأجر بسرعة. وتالت محور النطاق الجديد جنب المتحف نفسه، ده مستقبل الاستثمار هناك، وأي توسع فندقي عالمي هيبقى هنا وهيرفع الأسعار وهيزود قيمة الأصول. فاللي عايز يلحق الفرصة قبل ما الأسعار تزيد يبص على ال3 مناطق دول.